ازاي اخلي طفلي يرجع يذاكر زي الأول؟ رقم 1، هتكلم مع الطفل بشكل إيجابي بدون زعيق أو تأنيب لضميره أو إن أنا أتعصب عليه أو أضربه، وهتكلم معاه وأوضح له أهمية المذاكرة وإنك عارف إن المذاكرة بتخليه يفكر كتير وبتمنعه من اللعب، بس في الوقت الحالي إحنا مش قدامنا اختيار تاني غير المذاكرة، بس أوعدك إن أثناء المذاكرة هديلك فترات من الراحة. رقم 2، هتناقش معاه علشان أوصل للسبب الحقيقي اللي مخلي الطفل مش عاوز يذاكر. هل المواد صعبة عليه؟ هل هو محتاج حد يذاكر معاه؟ هل هو بيكره مادة معينة ولا كل المواد؟ رقم 3، بعد ما عرفنا السبب هبدأ أديله اقتراحات للمذاكرة ونعمل جدول معاه ونعرف هل هو محتاج دروس في مواد معينة ولا أنا اللي هذاكر معاه. نشوفه محتاج كتب خارجية أو أي ملازم تساعده. رقم 4، هنتابع الطفل باستمرار علشان نضمن انه هيذاكر، واسأل الطفل ايه الضمانات انك هتذاكر، واسيبه هو اللي يقول يا ماما هتمنعيني من كذا، لان الضمانات دي هي اللي هتكون العواقب لو الطفل ما ذاكرش، ولازم نستخدمها ولازم ننفذها، ولازم تكون العواقب دي منطقية وبتأثر في الطفل ولا أهمية عنده. رقم 5، نسأل الطفل لما تتحسن في المذاكرة ودرجاتك تبقى كويسة تحب أجيب لك إيه؟ ودي أفضل طريقة لأفضل مذاكرة بأعلى الدرجات.